بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيان؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم واحد لي غاليط كيف كتشوفوا كيجينا رائع على هذا الشكل. الأطفال نديروا الكوتي ولا الفطور ديالهم ولا كوجبة يدوها معاهم المدرسة، راه كيجينا زوين، كيعطينا هذه النتيجة. كنضيفوا ليه واحد المكون اللي كيعطي واحد المذاق غزال بزاف. كنتمنى تجربوه، الا جربتوه اكيد غادي يعجبكم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير باش كنحضر هاد لي غاليط. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش يبقى يتوصل بكل ما هو. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. كيف شفتوا معايا البنات في اول فيديو غادي نديروا اليوم الغاليط. وكي قلت لكم غادي ندخل فيه واحد المكون كيعطي واحد النكهه وواحد المذاق رائع. نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. غادي نحتاج واحد جوج بيضات يكون الحجم ديالهم كبير. غادي ندير واحد معلقه ديال القشور ديال الحامض، هذا هو المكون اللي كندخل فيهم اللي كيعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. معلقه كبيره. وبالنسبه للتنسام كل واحد على حسب الذوق ديالو، تقدروا ديروا الليمون اولا ديروا فاني ولا النافع. انا كنفضل القشور ديال الحامض لحقاش كتعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. عندي واحد القبيصه ديال الملح، عندي هنا واحد المعلقه ديال العسل، الزيت كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه. وبالنسبه للسكر سنيده عندي واحد نص كاس ديال السكر سنيده، انا ما كثرتش فيهم سنيده لحقاش درت واحد المعلقه ديال العسل. وهاد لاغوم ديال الحامض تا هو فيه الحلاوه فيه السكر، كتفيت غير بنص كاس. وديما كيبقى السكر على حساب الذوق. بالنسبه للطحين عندي واحد 400 حتى ل 450 غرام تاع الطحين. الطحين ديما كيبقى على حساب النوعيه واش كيشرب ولا لا، وعلى حساب حجم البيض واش كبير ولا صغير. وعندي واحد جوج ساشي ديال خميره الحلويات الوزن 8 غرام، تقدروا ديروا 7 غرام. صافي هادو هما المكونات اللي عندي. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كندير هاد القبيصه ديال الملحه، ضروري ما كنديروا هاد القبيصه ديال الملحه باش كنديروا كتصحح لينا الذوق. نديروا البيض، غادي نضيف هاد نص كاس ديال السكر. راه كيجينا زوين هاد الكاليط، كيجي رائع نعطوه للوليدات كي قلت لكم هكا الفطور ولا الكوتي ولا كوجبه يدوها معاهم المدرسه ضمن الوجبات المدرسيه. ضفنا هذاك كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نضيف هذاك لاغوم ديال الحامض، غادي نضيف هذيك المعلقه ديال العسل. وبالنسبه للتزيين راه غادي نديرو فيه، غادي ندهنو بالبيض، يكون مخلط مع قهوه سريعه الذوبان ولا مع الغبره ديال الكاكاو والمر، كل واحد على حسب الذوق ديالو. صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات. وغادي نجمعو بالطحين الكافي. كي قلت لكم الطحين كيبقى على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب النوعيه واش كيشرب ولا لا. راه ما بين 400 حتى 450 غرام ديال الطحين اللي كندخلو. الطحين يكون مغربل من قبل، انا راه سبق ليا وغربلته. غادي نضيف هذيك الساشي ديال خميره الحلويات جوج.
ممكن نديروهمش قاصحين بزاف وممكن نخلوش يبقى مطلوق بزاف. العجينه ديالو راه كتكون رطبه. عجنوا غير بالايدين ديالكم البنات. البنات انا غادي نستمر حتى نجمع هاد العجين، وغادي نوريكم القوام ديال العجين كيفاش خاصو يكون معانا. هانتوما البنات دابا بعد ما جمعت العجين ديالي راه كنحصلوا على هاد القوام ديال العجين. كي قلت لكم كتكون عجينه رطبه، كنديروهاش قاصحه بزاف. دابا غادي نشكلوهم كل واحد على حساب الحجم ديال الحجم اللي بغا يكبرهم بغا يصغرهم. نشكلوهم على شكل بحال شكل غريبه، وكنبسطوهم شويه بالايد بحال هكا. صافي كنستفهم في واحد الصفيحه اللي كنكونوا دهناها من قبل بواحد شويه ديال الزيت. وضروري ما نكونوا مسخنين الفران قبل. في هذه الاثناء انا راني شعلت على الفران باش يسخن ليا. كندهنوه باصفر البيض مخلط كي قلت لكم مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان اولا الكاكاو المر باش كيعطيهم داك اللون. تقدروا ديروا غير تكتفيو غير باصفر البيض بوحدو. كيجي فيهم واحد الطعم زوين مع داك القشره ديال الحامض اللي دخلنا فيهم، كتعطي فيهم واحد المذاق زوين داك العسل. صافي انا غادي نستمر البنات حتى نكمل ونتلاقاو ملي نبغي ندهنهم. هانتوما كتشوفوا دابا بعد ما كملت هاد الكميه اللي عندي. دابا غادي ناخذ واحد صفر بيضاء. انا غادي ندير غير الصفر لحقاش الكميه عندي غير قليله، ما غاديش ندير البيضه كامله. تقدروا ديروا نتوما البيضه كامله، انا غادي ندير غير الصفر ديالها. غادي ندير مع واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان اولا كي قلت لكم واحد شويه ديال الكاكاو المر. انا كنت بغيت ندير الكاكاو ساعه توفرات عندي القهوه، غادي ندير القهوه. غادي نخلطهم مزيان حتى كتذوب لي ديك القهوه مع ديك كتذوب لي وسط ديك البيضه ديك الصفر ديال البيض. صافي وغادي ندهنهم بالشيته، ندهن لهم الوجه ديالهم وندير لهم واحد الخطيطات هكا من فوق بالفورشيط. وكي قلت لكم ندخلوهم يطيبوا في الفران، يكون الفران شاعل من قبل. صافي يطيبوا لينا من التحت ويذهبوا لينا من الفوق صافي كنخرجوهم. ضروري ما نبسطوهم، ما نخلوهمش يبقاو طالعين باش ما تجيناش كي قلت لكم. ضروري ما نضغطوا عليهم شويه، نبسطوهم باش ما يجوناش طالعين بزاف. صافي انا غادي ندهنهم على هذا الشكل كي قلت لكم وندير لهم خطيطات بالفورشيط وندخلوهم الفران يطيبوا. نتوما كشفتوا البنات بعد ما كملت الكميه كامله في الدهين، دابا غادي ندير لهم هكا
بالفورشيط بحال شكل الفقاس صافي، وغادي ندخلهم الفران نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الكاليط ديالي بعد ما نطيبو. البنات كيف كتشوفوا معايا الكاليط ديالي بعد ما طاب راه كيجيني على هذا الشكل، راه كنخلوه كي قلت لكم حتى كيطيب لينا من الاسفل، عاد فاش كنحمروا ليه الوجه كيجينا على هذا الشكل، راه كيجينا زوين بزاف وكيجينا رطب. وبالنسبه للحجم كل واحد يدير على حسب الحجم اللي كيبغي، انا درتهم شويه كبيبرين، تقدروا تصغروهم تقدروا ديروا صغار من هذا الحجم، راه كيجي زوين كيجي فنيون، بالاخص مع ديك النكهه اللي درنا فيه ديال الحامض كيعطينا واحد المذاق فيه رائع. كنتمنى تجربوه، الا جربتوه اكيد غادي يعجبكم. وحتى لهنا البنات كنقول لكم ما تنسونيش باللي لايك وبارطاج الفيديو مع حبابكم وصحابكم، وتابونوا عندي في لاشين باش يوصلكم كل جديد ديالي. اللي مازال ما شافش القناه ديالي يفعل زر الاشتراك باش يبقى ديما يتوصل بالجديد. واستودعكم الله والى فيديو قادم ان شاء الله.